اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كانوا في الحفلة فجأة قاسم اختفى من وسطهم وادى بشرى مفاتيح المكان. فين قاسم يا جماعة؟ عمر خد المفاتيح دي وافتح. قاسم راح يجيب حاجة وقال لي ان احنا ندخل عقبال يعني لما يجي. وفعلا عمر اخد المفاتيح وفتح ودخلوا وكانت الدنيا ضلمة وبشرى كانت خايفة قوي، بس لقيت حد بيمسك ايديها. عمر اهدي يا بشرى، عمر الامير ما هيسيب الساحرة الشريرة تخطف الاميرة تاني. وبشرى ما فهمتش حاجة. اما زين فحضن حنين، وكل شاب عمل كده مع حبيبته. ومرة واحدة النور اتفتح على قاسم وهو لابس بدلة حلوة قوي وماسك ورد وفي ايده يافطة مكتوب عليها بحبك تتجوزيني يا شهد. وشهد كانت بصاله بصدمة، وبشرى وهي لسه ماسكة ايد عمر زقت شهد في الدايرة اللي فيها قاسم، وشهد كانت مكسوفة قوي. وقاسم قرب منها وهو ماسك الورد وفي ايده التانية علبة فيها خاتم ألماظ. تتجوزيني؟ وشهد بصت حواليها ولقيت كل البنات بتشجعها والشباب والكبار عايزين يشوفوا ردة فعل شهد. وشهد بفرحة وكسوف موافقة طبعا. وقاسم فرح قوي ولبسها الخاتم وبس راسها واتفتح النور. وبشرى بعدت عن عمر وراحت ناحية الدي جي وشغلت اغنية حلوة. وبعد ما شغلت الاغنية قعدت تتنطط من الفرحة والكل بصلها باستغراب. وبشرى كل اللي بتعمله انها بتتنطط وبس. هي 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 انا كسبت يلا هات السوبر ماركت. انت عبيطة يا بت، سوبر ماركت ايه اللي عايزاه مني؟ يعني ايه؟ يعني مش هتجيب لي سوبر ماركت؟ سوبر ماركت ايه اللي انت بتقولي عليه ده يا هبلة؟ يا ابني هو انت وعدتها بحاجة؟ والله لا يا عم، افتكر دي هتعيط كده. بس يا عم النحنوح، طب ركز في الاغنية كده. وقاسم فعلا ركز، ومرة واحدة قاسم انفجر من الضحك ومسك دماغ بشرى. ايه الدماغ دي؟ انت لسه فاكرة يا بنتي؟ احنا كنا لسه صغيرين. وانا اللي كسبت، وهات بقى السوبر ماركت. حاضر هجيبهولك، ورجعي الاغنيه من اول. هو في ايه؟ وسوبر ماركت ايه؟ واغنيه ايه؟ وبشرى وهي بتتنطط زي الاطفال؟ لا انا اللي هقول. احكي اخرة صبري. والبنات ضحكوا. يا نهار ابيض، والكل بصلها بخضه. هو صبري خلف حد غير هند؟ طب مش عيب يعني على فنانه زيها؟ وما تقولش. الشباب اتغاظوا والبنات ضحكوا. بصوا بقى الحكايه فلاش باك. بشرى كان عندها 15 سنة وقاسم 16 سنة، وكان بيحب أغنية قوي وكانت رومانسية. أنا هشغل الأغنية دي اليوم اللي هعترف فيه لحبيبتي إني بحبها. كداب يا قاسم. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان أنت هتنسى، أنا عارفاك. لا مش هنسى، أنا متأكد. لا هتنسى، أنا اللي متأكدة. وفضلوا كده لحد ما قاسم قال خلاص نتراهن. لا الرهان حرام، بس ممكن توعدني. ازاي يعني؟ يعني هتجيب لي من كل حاجة في السوبر ماركت 4. اوكي بس انا اللي هكسب. نشوف بقى مين اللي هيكسب. ونرجع من الفلاش باك وهي اللي كسبت. مجانين، يا نهار ابيض عليا بجد. طب طالما جنان بجنان بقى، فالفرح يوم الخميس الجاي. لا انت مجنون فعلا، ده بدري قوي، ما تهزرش. لا مش بدري، الفستان انا اللي هجيبه وانا اللي هحجز القاعة وكل حاجة، والفيلا بقى انت شفتيها، ولو في حاجة عايزاها تتغير قبل الفرح هتكون متغيرة وانا موافقة. وشهد بكسوف يا خالته بقى. بس يا بت 7 سنين بتحبوا بعض وعارفين بعض، في ايه تاني؟ احنا موافقين. الكل فرح وبارك. وبشرى راحت شغلت الأغنية والكبار قعدوا مع بعض، وكل 2 بيحبوا بعض قعدوا مع بعض. وعند روجينا ومحمد. روجي مش عايزة تسافري؟ غربة تاني يا محمد؟ لا بقى، لا هنسافر فسحة. لو كده اوكي موافقة طبعا. وعندها حنين وزين. الصغنن بتاعي كبر وهيتخرج من الكلية، وحنين ابتسمت له وفرحت قوي. وعند قاسم وشهد. انا بجد فرحان قوي، وانا كمان فرحانة جدا. وعند بشرى وعمر. انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ ما انا هتجوز قريب. وبشرى بصت بصدمة وزعلت. بتحبها بقى صح؟ قوي. لا كمان ايه، بعشقها مش بحبها بس. ربنا يسعدكم يا عمر يا رب. قريب هتتعرفي عليها. اصلا انا اعمل لها حفلة اعترف لها بحبي، والحفلة دي يوم الاثنين. ايه ده يوم تخرجي. وعدى يومين وقاسم جاب الحاجات الحلوة اللي وعد بيها بشرى، وجاب لشهد والاطفال. وعدى يوم عند سندس، وسندس بوجع. ياسين الحقني ياسين، انا بموت.
مالك يا قلبي؟ فيك ايه بس؟ مش عارفة، بطني بتوجعني ورجعت كتير. وقامت جري على التويلت وياسين وراها عشان يشوف مالها. وبعد ما خرجوا، البسي هنروح للدكتورة. لا لا، انا مش عايزة. البسي يا سندس، دي صحتك وما فيهاش كلام. وفعلا سندس لبست وراحوا للدكتورة ودخلوا وكشفت الدكتورة وخرجت وهي مبتسمة. وياسين بقى لا، في يا دكتورة هي كويسة صح؟ ألف ألف مبروك، المدام حامل يا أستاذ ياسين. وياسين بص لسندس بحب وحضنها وروحوا. وعدى أيام وجي يوم الخميس والبنات كانوا أمارات والشباب في الفرح، وتم كتب كتاب قاسم وشهد اللي كانوا فرحانين. وبشرى طلعت. ده بقى فرح أخويا، والأغنية دي أنا بحفظ فيها من لما عرفت إنه بيحب، ولو ما غنتهاش هصور قتيل هنا. أما الناس فكانوا بيضحكوا، وبشرى بدأت تغني وكانت فرحانة. وبعد وقت بشرى خلصت الأغنية ونزلت وراحت لقاسم وشهد. عارفة يا بنتي يا شهد، لو ما خلتنيش أشوفه كل دقيقة هعمل فيكي إيه؟ كل دقيقة؟ ماشي يا ستي. لا لا بصي، كل ثانية. أيوة كده يا بنت تعدلي. وضحكوا، وبشرى راحت شغلت أغنية عشان رقصة السلو، وفعلا كل اتنين قاموا مع بعض. أما بشرى فكانت واقفة لوحدها وعمر قرب منها. ممكن ترقصي معايا الرقصة دي؟ لا، روح ارقص مع خطيبتك. ولا هي ما جاتش بقى؟ لا ازاي، دي جت وهرقص معاها. وبشرى بصت له باستغراب. ايه كمان شوية؟ وبشرى اتغاظت وكانت هتمشي، بس عمر اخدها وراحوا يرقصوا. وعند شهد وقاسم. انا بعشقك يا شهد، وانا كمان بحبك قوي. انا بجد مش مصدق ان احنا خلاص اتجوزنا. ولا انا والله، وبجد فرحانة قوي. وبعد وقت الفرح خلص، وقاسم وشهد طلعوا سويت والشباب مشوا خلاص. وبعد ايام في صباح يوم جديد البنات قامت وهم فرحانين لان النهارده احلى يوم ليهم. هيتخرجوا من الكلية، وكل بنت لبست الفستان. وبشرى لبست الفستان اللي قاسم اداهولها، بس عمر اللي جابه. ونزلوا وراحوا، وبشرى زعلانة لأن عمر مش معاها وكمان مع واحدة تانية. ووصلوا للمكان ودخلوا، والمكان كان متزين بطريقة حلوة قوي وأخدت قلب بشرى. وطلعوا واتكرموا وخلاص الكل هيمشي. وبعد شوية صغيرين مرة واحدة النور اتقطع وجي تاني، بس لما جه كان مكتوب بحبك يا بشرتي. وبشرى بصت حواليها بكسوف، وكان مفيش حد حواليها، هي لوحدها وبس. ووشها كان زي الفراولة ومش لاقيه حد. ومرة واحدة النور قطع وجي تاني، بس المرة دي عمر كان واقف قدامها وكان بينزل عليها ورد كتير، وكان شكله زي القمر. تتجوزيني يا بشرة حياتي؟ وبشرى بصت له بدموع، وعمر مسح دموعها. الأمير مش بيحب يشوف الأميرة بتعيط. كنت عايزة تعرفي اسم الأمير والأميرة؟ أنا هقولك اسم الأميرة اللي تعبت الأمير وجننته بشرى، والأمير عمر. انتي جننتيني يا بشرى، انا بحبك من وانتي في تالتة ثانوي، وانا دلوقتي في مرحلة الجنون وبعشقك بجنون، وخلاص مش قادر انك تفضلي بعيد عني. تتجوزيني؟ اما بشرى فبصت حواليها ولقيت قاسم بيقرب عليها، فحضنته من الكسوف وهو طبطب عليها. عمر اول ما سافرتي طلب ايدك مني ومن سوسو وكمان شريف، واحنا وافقنا، وهو قال ان هو عايز يعمل ليكي مفاجأة. وبشرى طلعت من حضنه، وقاسم بص حواليه بتوتر. اصل دي مش حفلة زي الباقي، ولا حتى حنين ما كانتش عارفة ان في حد معاها. وبشرى قالت لنفسها وهي بتبص لعمر، انا مش عارفة اعمل ايه. المفروض اوافق صح؟ اوكي انا هوافق. هيا يا بشرى، موافقة؟ اكيد موافقة. ايه قلتي ايه؟ بقولك موافقة. وعمر قرب منها وحضنها ولبسها الخاتم وشالها ولف بيها. بعشقك يا بشرتي. وبشرى خبت وشها فيه من الكسوف والكل سقف. وبعد وقت خرجوا، وزين اخد حنين ومشيوا، وقبل ما يوصلوا حط شريطة سودا على عينيها. ولما وصلوا المكان نزلها وشال الشريطة، واول ما فتحت عينيها اتصدمت من جمال المكان. كان اليخت اللي عمل فيه خطوبتهم، وكان متزين بالورد وشكله حلو قوي ومكتوب عليه حنيني. وحنين فرحت وحضنت زين. ده ليا انا صح؟ يا قلبي ده ليكي. انا بحبك قوي، بحبك يا زنزوني. وانا بعشقك. بصي بقى، احنا هنقعد هنا كام يوم بجد والله انا فرحانه قوي. وزين ساق اليخت، وحنين جهزت الاكل وراحت له. زنزوني قلب زنزونك، تعالى ناكل يلا. حاضر يا قلبي. اما عند سندس وياسين، فياسين اخدها عشان يشتروا لبس البيبي وكانوا فرحانين. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب لبس ولد.
لا، ان شاء الله يكونوا توأم. ان شاء الله ولد وبنت. طب هنسميهم ايه؟ اللي انت عايزاه. عدي لو ولد ولارا لو بنت. ان شاء الله يا قلبي. ونروح عند روجينا ومحمد. محمد كان اخد روجينا وروفان، والبنتين دول كانوا بناتهم التوأم وعندهم 2 سنين، واخدهم وراحوا الملاهي والمول والكل كان فرحان. فرحانة يا روجي؟ قوي قوي يا حمادة. يا رب دايما يا قلبي. انا بحبك قوي يا محمد، وانا بعشقك يا قلب محمد. اما عند شريف وريم، شريف اخد ريم وراحوا مطعم رومانسي قوي وكان مفيش حد غيرهم، وريم كانت فرحانة. انا بحبك قوي يا شيفو، وانا بعشقك يا قلب شيفو. ايه رأيك في المكان؟ يجنن، انت اي حاجة منك تجنن. وعند قاسم وشهد، قاسم اخد شهد وفهد وليان وسافروا اسكندرية وكانوا قاعدين قدام البحر وفهد وليان بيلعبوا. فرحانة يا شهادة قلبي؟ قوي قوي يا قسومي. الحكم يوم السبت. اكيد، ما تزعليش، هما يستاهلوا اكتر من كده. هنقول ان احنا اتجوزنا صح؟ ده اخر حكم، وبعدها هنسافر في المكان اللي انت عايزاه. انا بحبك قوي يا قاسم، ما تسيبنيش، انا ماليش غيرك، عمري ما هسيبك، انت بنتي قبل ما تكوني حبيبتي ومراتي. طب هات شوكولاته بقى عشان نفسي فيها. ابو شكلك مفيش اي رومانسيه خالص. لا ازاي؟ هو انا مش قلتلك بحبك؟ الله، هي دي يعني رومانسيه بالنسبه لك؟ وهات بقى الشوكولاته، وعايزه شيبسي وبيبسي وكيكه وبسكوت وعصير وحاجات حلوه كتير قوي، وعايزه كمان لفهد وليان. حاضر يا اخرة صبري. وعند عمر وبشرى. انا بحبك قوي، وانا كمان. يا نهار ابيض، ايه الجمال ده؟ ثانك يو. بقولك ايه، انت قلت انك بتحبني من 3 ثانوي صح؟ فعلا. ليه بقى؟ ازاي؟ بصي، فلاش باك. حنين دايما لما كانت بتروح لبشرى وترجع كانت بتحكي لعمر عليها وعلى طيبتها وخفة دمها، وعمر من الكلام عليها اعجب بيها وعارف عنوانها، وبقى كل يوم بيمشي ورا بشرى عشان يطمن عليها، وفضل كده لحد ما كانت مش بتخرج من البيت بسبب موت باباها. وبعدها بشهر موت علي ومريم، وكان كل يوم بيروح يقف قدام البيت عشان يشوفها وهي بتخرج، لحد ما شريف قرر يروح عنده وفعلا راح. بس عمر ما كانش بيروح عندهم غير كل فين وفين، لانه كان قبل ما يروح عند بشرى كان شبه عايش معاهم، لحد ما سناء قالت له انه يجي كل يوم وياكل معاهم وهو بقى واحد من العيله. وعمر كان بيفكرها بعلي، عشان كده هي حبته، وده كان مفرح عمر لانه كده هيشوف بشرى كل يوم. وفي الفتره اللي كانت مش بتخرج اتاكد عمر انه بيحبها، وفرح اكتر لما راحت الشركه. وطبعا بقى انتوا عارفين اللي حصل هناك. نرجع بقى من فلاش باك. هو انت بتحبني من زمان قوي كده؟ انا بعشقك يا بشرة حياتي، انا وصلت لمرحلة الجنون، انتي الاميرة اللي هتنوري حياتي. وبشرة عيطت من الفرحة، وعمر مسح دموعها وحضنها جامد. خليكي هنا وانا اجيب لك حاجة واجي. حاضر، بس ما تتأخرش. حاضر يا قلبي. وبشرة ابتسمت بكسوف، وعمر مشي عشان يجيب لها درة، وكان بيبص على بشرة وهي بتجري زي الأطفال وبتبص على النيل وهي واقفة، ومرة واحدة أغمى عليها. ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى ليه أغمى عليها؟ وإيه اللي هيحصل تاني؟ وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.